يجوا من الدروس ومن المدارس. بص الكتاب، بص منظر الكتاب. فار، والله لو فار اكل الكتاب ما هيعمل فيه كده. ده ابني الصغير اللي في اولى ابتدائي، منظر الكتب كلها كده، وازعق بقى واشخط، ويا ابني خلي بالك، يا ابني اهتم. فار بالظبط اكل الكتاب. انا معرفش هما بيكسلوا لما بيحطوا الكتاب في الشنطة، بيكسلوا ان هما يسووا الكتاب. فالله المستعان. بص الكتاب منظره عامل ازاي. طبعا دي المدارس الحكومية، يعني لو المدارس الخاصة مش هيسمحوا لهم اصلا تبقى مناظر الكتاب عاملة كده. طبعا ملهاش علاقة بالمدارس، بس انا عارفة ان هو ابني المهمل، علشان برضو ايه ما يجيبش الغلط على المدارس. دي شنطة الدروس بتاعت ابني اللي بيروح بيها الدرس. عندي شوية فلفل هنا كده بقالهم كذا يوم في الكيس. حسيتهم ان هما بدأوا يتبالوا كده ومش مظبطين معايا، فجبتهم وفتحتهم بالسكينة، وجبت حلة على البوتاجاز حطيت فيها مية تغلي كده، قلت اسلقهم. وبما ان اللفت اللي عندي خلص قلت احطهم ايه في البرطمان واسلقهم. طبعا انا خايفة اقلب لكم كده الكاميرا علشان تشوفوا الحوض والبوتاجاز والدنيا عاملة ازاي. طبعا الرخامة عايزة تتغسل غسلة نظيفة وتظبط. المطبقية مفيش عليها مواعين خالص، عايزة تتشال كده ويتغسل تحتيها، لان المواعين كلها مش نظيفة. بسم الله الرحمن الرحيم كده. طبعا دي كمية المواعين غير المواعين اللي لسه هلمها من الشقة جوه، اللي محطوط على التسريحة، اللي محطوط على المكتب، اللي محطوط على آه، على الترابيزة جوه. فالله المستعان. ان شاء الله كده ايه يجعل يومنا كده بإذن الله خير وفل كده ويجعل يومنا بإذن الله كده كويس، وربنا يعيننا ويدينا الصحة ونعمل كل اللي ورانا وميبقاش علينا أي حاجة بإذن الله. لسه السجاد بتاعي ما شلتهوش، لأن السجاد بالذات لو اتلم وهو لسه فيه لين شوية، لو لو شلته وهو لسه لين شوية هيكمكم، هيعمل ريحة كمكمة. فبسيبه يومين 3 4 كده على المهل، وقت ما ينشف ويبقى معايا زي الفل. بس اهم حاجة في السجادة ان انت تنشريها على ظهرها علشان ما تعملش ريحة عفونة. بص المخلل عندي خلاص خلص، يعني زي ما انتوا شايفين في كام حباية كده في الطبق، فهشيلهم واغسل البرطمان كويس وهحط مكانه الفلفل بإذن الله. طبعا كل الاكلات اليومين دول عايزة مخلل، علشان ايه يعني تبقى ليها طعم كده. طبعا في هدوم عندي متنشره وحاطه دوره غسيل في الغساله، زي ما انتوا عارفين وحافظين معايا ان انا اول ما بصحى اول حاجه بعملها ان انا بحط دوره غسيل في الغساله. طبعا ما اشتريتش فراخ تاني، فما نزلتش، حطيت بس غله للحمام وغيرت لهم الميه. فالله المستعان. شوفوا الشتاء منزل كل ورق الشجر، شايفين المنظر. طبعا كل يومين 3 ده بيتكنس، لكن طبعا سبحان الله يعني بتلاقي كل يوم الحال ده والمنظر ده من التوتة، لان حجمها كبر جدا جدا. فيعني بصوا طبعا الكاميرا مهما حاولت اجيبها لكم مش هتبين حجم التوتة عامله ازاي. يعني هو بسم الله ما شاء الله، هي طالعه لتالت دور ومغطيه، قربت تغطي، غطت على البيت اللي جنبنا، وقربت تغطي المساحه كلها، يعني بقت ضخمه، فبتنزل عدد ورق يعني رهيب تحتها. فمهما كنسنا بقى بنسيبهم لما بيتجمعوا شويه، وبعد كده بنكنسها مره واحده، لان بتكون مجهود صعب ان انت تكنسي كل يوم، وانت عارفه ومتاكده ان كل يوم هتلاقي المكان بالمنظر اللي انت شايفاه ده. طبعا برضو العنبه لما بتنشف بتنزل برضو ورقها، فايه ربنا يعيننا بقى ويقوينا. طبعا انا صاحيه من النوم منظر الشقه زي ما انتوا شايفين معايا كده. والله هو مفيش فايده. انا الشنط هتقولي لي طب والله الشنط بيحطها في مكانها، بقول لهم روحوا ذاكروا.
بيجيبوا الحاجه اللي هم عايزينها وبرضو بيرموا لي الشنط في اي مكان. فبرضو الدنيا يعني ايه عايزه تتلم كده من فوق فوق. فالله المستعان كده. صباحكم زي الفل، واسفه ان انا اول ايه خدتكم كده على الحامي، اللي هو بصوا الدنيا عامله ازاي، بصوا المطبخ عامل ازاي. بس دي بيوتنا ودي حياتنا، ربنا يدينا الصحه والعافيه يا رب، ويقدرنا ونعمل كل حاجه ورانا. نزلت كده الفلفل يتسلق على البوتاجاز على مهله بعد ما الميه غليت معايا، ودخلت بقى على الحوض. الله المستعان، ربنا بقى يعيني ويقويني واخلصهم كده على السريع. طبعا انتوا حاسين ان هما كميه قليله، بس هما طبعا ايه اكتر من نصهم في الحوض. فان شاء الله كده باذن الله هتوكل على الله واغسلهم. شويه طلبات جوزي جابها، جاب طماطم، وطبعا بتاع الطماطم كل ما بيجيب طماطم بيحط له ايه قرنين 3 كده فلفل معاهم، وغلي الحمام، وجاب عدس اللي هو بجبه، وجاب مكرونه، وجاب مكرونه سباكيتي، وجاب لي السلك ده لان انا بستعمله دايما، بحبه جدا في غسيل الحيطان والبوتاجاز وكده بيسهل معايا، وجاب لي شعريه. طبعا بما انكم شفتوا الطلبات دي يبقى عرفتوا انا هعمل ايه. ان شاء الله كده هعمل كشري النهارده باذن الله، هعمل كشري الحله الواحده، فهيسهل عليا خالص بدل ما اعمل ايه دبكه حلل ودبكه كل ده، فبيسهل عليا خالص. الدنيا معايا الى حد ما الحمد لله مترتبه ومتظبطه، فالله المستعان. بصوا شويه الطلبات دي يعني هقول لكم ايه، هي وجبه غدا اللي هو طبق الكشري. يعني بص داخله في 100 جنيه، فربنا يا رب يعيننا فعلا على الغلا. يعني الطماطمات دول ب 15 جنيه، شويه الحاجات دي جوزي بيقول لي ب 58 يعني 60 جنيه، فالله المستعان. يعني اي حاجات دلوقتي بسيطه على فكره، يعني كل حاجه نص، المكرونه نص، العدس ربع، المكرونات دي نص، مفيش غير كيس المكرونه الاسباجيتي اللي هو ايه كيس على بعضه، لكن كل حاجه من دي نص. فربنا يا رب يعيننا ويقوينا ويرخي قوتنا وقوت اولادنا يا رب العالمين. جبت حله كبيره حطيت فيها كده كميه زيت محترمه علشان هعمل كشري كله في حله واحده. هنا في نفس الوقت جبت حله وحطيت فيها العدس كده علشان يتسلق معايا. ضربت الطماطم في الخلاط كده وهسيبها تتسبك معايا. احط عليها معلقتين من الزيت، بحط عليها انا بحط لها فصين توم نيين. بصوا انتوا هتشوفوا كل حاجه معايا. هنا كده ضفت فصين توم. اهم حاجه الكزبره هي اللي بتدي طعم تحفه لصلصه الكشري زي اللي بناكله كده بره بالظبط. ضفت كده حوالي نص معلقه من الشطه، وكمان ضفت الملح. هنا كده ضفت الشعريه تاخد لون معايا. هنا كان عندي شويه رز، العيال كانوا جعانين من شويه فرحت عملتهم لهم، فقلت خساره بدل ما يترموا معايا وكل حاجه غاليه، فانا ايه هضيف حوالي بس معلقتين رز او 3 فوق الشعريه هنا. وبعد كده هزود بالرز اول ما الكشري معايا ياخد 3/4 سوا كده، هروح نازله عليهم بشويه الرز دول، خساره بدل ايه ما يترموا، ولو ما اتحطوش في وسط الكشري كده العيال مش هتاكلهم. هنا كده ضفت حوالي نص كوبايه من الرز، مش هضيف اكتر من كده زي ما قلت لكم، علشان انا باذن الله هضيف باقي الرز اللي موجود عندي. هقلبهم تقلبتين كده وهنزل. بعد كده نزلت بحوالي ربع كيلو من المكرونه، برضو ما نزلتش بكميه المكرونه كلها لان انتوا عارفين ان الكشري يعني ايه بيعمل كميه كبيره خالص، باقل حاجات بيعمل كميه كبيره خالص، لان هو بيكون ايه رز وشعريه ومكرونه سباكيتي والكلام ده كله، فبيكون معايا يعني كميه كبيره في الاخر. قلبت كل كده ببعضه. هنزل برضو بنص كيس من المكرونه الاسباجيتي. نزلت بنص كيس المكرونه، وهقلب كل ده كده ببعضه تقليبه كويسه، وهزود عليهم الميه. طبعا الميه بتكون يا دوبك مغطيه المكرونه والرز علشان ما يعجنش معايا، بس لو انتي ضايفه الرز بتاع التموين فهياخد معاكي كميه ميه اكتر. يبقى انا هنا عندي العدس بيستوي، وكمان الكشري معايا بيستوي، وهنا الصلصه مفيش كده غير كده معايا غير البصل بس اللي هحمره. هو في ناس هتقولي كنت حمرت البصل الاول ومكان البصل الزيت بتاعه كنت عملت بيه. بص هو انا بحمر البصل في كميه زيت، وبشيل البصل وبحط الزيت بتاع البصل اللي انا حمرت بيه او السمنه مع المكرونه وهي بتستوي. فهي يعني بدل مثلا ما افضل البصل يتحرق معايا، يعني مثلا لو في شويه بصل زايدين في الاخر كده في الصينيه او في الحله ويتحرقوا معايا وانا بقلب فيهم الرز والمكرونه والشعريه وكده،
فانا بسهل على نفسي، بحمر البصل وبحوش البصل منه، وبعد كده اكون خلاص خلصت تحمير كل ده، فبنزل بالزيت بتاع البصل معايا بيديه طعم جميل وزي الفل. برضو كده هنا الطماطم بتتسبك معايا والعدس بيستوي. كده ضفت الميه بتاعتي ضفت الميه على المكرونه زي ما انتم شايفين كده، مستواها يا دوبك مغطيه المكرونه، بس لان انا الرز بتاعي بتاع تموين فزودت الميه شويه. ظبطت الميه بتاعتي كده، حطيت سنه شطه وسنه فلفل اسود وسبته كده وغطيته علشان يتشرب مع نفسه. والعدس هنا بيستوي معايا والطماطم، وهنا ضفت صينيه كده حطيت فيها معلقتين زيت علشان هسوي فيها البصل. ما كملتش 10 دقايق الكشري بتاعي خلص وكل حاجه بقت تمام وزي الفل في اقل وقت. بدل بقى ايه ما تعملي دبكه في المواعين وتاخدي كميه مواعين كبيره وكده، بتخلصي كله اول باول. انا ليه مش بعمل الشطه بتاعه دي حبه مكرونه وقعت مني وانا بسلق في المكرونه وانا بحمر المكرونه. ليه اسماء ما بتعمليش دقه او شطه؟ بصوا، اولا انا لما بنجيب كشري من بره بيدونا كذا كيس كده من الدقه والشطه فوق الكشري، فطبعا في مننا بيحبها وفي مننا ما بيحبهاش. فانا علشان ما بيحبوهاش فانا مش برميها، انا بشيلها، فبيكون عندي الدقه والشطه موجوده، فبدل ما بعمل بيكون عندي جاهزه اللي هي الاكياس بتاعت بره، علشان كده ما بعملش. حمص الشام انا ما بضيفوش على الكشري، يعني ايه بقول هو زياده، حبيت تحطيه ما تحطوش، بس انا ايه انا ما بضيفوش معايا في الاكل. هنا جبت البصل ده انا فرماه عندي في الكبه. هتقولوا لي بصل الكشري ما بيكونش صغير كده؟ انا البصل ده موجود عندي، وبعد كده لان اولادي ما بيحبوش اي بصل موجود في الاكل، وخصوصا البصل اللي بيكون كبير فبيفضلوا ايه يشيلوه كده عندي من الاكل، فانا بعمل البصل ده بيتحط في وسط الكشري، مش بيحسوا بيه، بيكون معايا طعمه جميل وزي الفل، علشان اولادي بس يرضوا ياكلوه. ان شاء الله كده لغايه ما وقت ما اصلي العصر هيكون الاكل جاهز معايا وكل حاجه بقيت تمام وزي الفل. في كل عين كده على البوتاجاز حط عليها حاجه هتلاقي نفسك 10 دقايق وخلصت الاكله كلها. طبعا الاكله دي ما يختلفش عليها اتنين، كلنا بلا استثناء بنحب الكشري المصري. طبعا دلوقتي كل حاجه بتكلفه، المكرونه بسعر والرز بسعر وكله كده، بس الله يعيننا اي حاجه اي اكله هتعمليها مهما كانت بسيطه هتتكلف. بصي المسقعه كانت بالنسبه للبيوت اسهل اكله، دلوقتي الفلفل بكام، البطاطس بكام، ازازه الزيت بكام، فربنا يعيننا ويقوينا. طبعا مش هنحرم نفسنا ومش هناكل، لازم ناكل كل حاجه. فايه يعني بدل ما تجيبي كيلو من كل حاجه هات ربع كيلو او نص كيلو من كل حاجه، وربنا يعيننا ويقوينا يا رب العالمين ويساعدنا ان احنا نعدي الايام دي على خير. انا كده مش هعمل حاجه تاني للكشري، هسيب الرز معايا والكشري يتشرب في الميه ويستوي، وقرب ما يجي يستوي هضيف عليه الرز اللي كان عندي، هسيب الصلصه تتسبك كويس خالص، البصل معايا هيستوي والعدس هيتسلق واصفيه، وهضيف بقى ايه كله على بعض، وان شاء الله نعمل كشري، طبق كشري محترم. الصلصه اتسبكت معايا، كشري استوى. خلاص كده البصل قرب ياخد معايا اللون المفروض، العدس خلاص استوى كده هصفيه من ميته، كمان الصلصه معايا اتسبكت والكشري استوى كده، احلى طبق كشري. تعالوا بقى اتغدوا معانا. كده نضفتها وسويتها ورتبت فيها كل حاجه، والحوض عندي نضيف مفيهوش مواعين الحمد لله، كده يبقى خلصت كل اللي ورايا.
خلصنا واتغدينا الحمد لله. ظبطت مطبخي، قلت اعمل كده فنجان شاي لزوجي. المواعين مفيش، الحمد لله شطبتها كده وغسلتها وغسلت بوتجازي، واموري كده اتظبطت وتمام وزي الفل.